أفيميكو بولولو المهاجم الأقرب دلوقتي في الصورة مع النادي الأهلي صاحب ال26 عام. تعالى أوريك ونحلل مع بعض أهدافه ونعرف مميزاته، بس ما تنساش اللايك والمتابعة وكوباية الشاي في إيدك اليمين ويلا بينا. وده أول هدف معانا في الفيديو لبولولو، إزاي قدر يرقص المدافع وأخده حتة كده على الثابتة، خلى المدافع يتقلب على ظهره وعدل الكورة على الرجل الأقوى بالنسبة له رجله الشمال، وكمان فنش بمنتهى الروعة والذكاء والمكر من بين رجل حارس المرمى بطريقة جميلة جدا جدا جدا. وتاني هدف معانا أهم حاجة فيه هو التعاون والوان طول اللي عمله، وكمان سرعة اتخاذ القرار في تسديد الكورة في الزاوية البعيدة بالشكل الجميل ده بشماله اللي شكلها كده هتفاجئنا كلنا. ده بقى هدف بيأكد إننا قدام مهاجم كبير جدا جدا جدا. هدف بالكعب على طريقة بيبو محمود الخطيب، وعلى فكرة مش ده الهدف الوحيد، في هدف تاني بنفس الطريقة وبنفس الكعب قدر يقطع على القريبة ويفنش بكعبه بمنتهى المهارة، وده دليل إن الراجل ده مهاجم كبير. تعال بقى في الهدف ده أوريك ميزة جديدة وهي السرعة. الراجل عنده سرعة بشكل مميز جدا، وكمان بعد السرعة قدر يفنش بمنتهى الأريحية والذكاء. رجله قوية، رجله عارفة المرمى، رجله الشمال بتطلع تسديدات قوية جدا. هدف جديد وقصة جديدة، وعايزك تركز هنا على التحرك بتاعه بعد الوان تو اللي عمله، ودي أهم حاجة في أي مهاجم إنه يكون بيتحرك صح وعارف هو بيقف فين وبيعمل إيه عشان يفنش إزاي. الراجل اتحرك على القريبة وحط يدوب برجله كده لطش الكورة على طول عشان يسجل هدف يبدو لك إنه سهل، ولكنه هدف عليه شغل كتير جدا. طيب وهو الراجل ده يعني ما بيلعبش بدماغه ولا ايه؟ لحسن احنا تعبنا من محمد شريف وامثاله. لا، الراجل ده بيلعب بدماغه كمان، زي ما انت شايف طالع راكب الكوره زي الفهد، رغم انه مش طويل القامه، هو متر 75 تقريبا، ولكنه لعيب بيعرف يلعب بدماغه وبيعرف يوجه الكوره بدماغه في الشبكه زي ما انت شايف. وهنا القوه اللي بنتكلم عليها بتاعه الافارقه مش سرعه بس، الراجل ادى كتف للمدافع وداه بلده على طول وفنش برجله الشمال اللي بتشوف بتتكلم وشكلها هتنور في النادي الاهلي قريب. ورغم انه اشول ولكن برضه بيقدر يستخدم رجله اليمين ويسجل بيها. وعايزك تتفرج برضه على التحرك الذكي وهروبه من المدافع وازاي قدر يفنش بمنتهى السهولة والذكاء برجله الاضعف. وده بقى فينش رايق بيرد عليا وعليك بيه يا دوب تشيب بسيط كده ويقول لك يا راجل انا مش بتاع قوة وتسديدات قوية وبس، لا انا كمان بقدر العب كور فيها فكر وعقل ومهارة. ده بقى الهدف اللي بيقولوا عليه بونبوناية الفيديو، بونبوناية المهاجم، دبل كيك ولا اروع ولا اجمل، اسطوري حرفيا على طريقة السلطان زلطان ابراهيموفيتش. عايزك تتفرج على زميله وهو حاطط ايده على دماغه ومش مصدق الهدف وجمال الهدف وروعة الهدف. هدف ياخد بوشكاش مستريح. فاكر لما قلت لك انه بيحب يسجل بكعبه وان ده مش الهدف الوحيد؟ ايوه ده الهدف التاني بكعبه وكمان برجله اليمين عشان يثبت للكل انه مهاجم كبير واسطوري قادم للنادي الاهلي. وده هدف تاني برجله اليمين ومرة دي كمان قوية عشان يثبت انه رجله اليمين بيقدر يستخدمها زي الشمال ويسجل بيها كمان اهداف حلوة زي الهدف اللي قدامك ده بتسديدة بوش رجله الخارجي في سقف الشبكة فوق، لا تصد ولا ترد ولا يسأل عنها حارس المرمى تماما. اظن الاهداف والفيديو شارح نفسه. مهاجم قوي جدا سريع افريقي يعني على ابوه، بيقدر يسجل يتحرك صح، بيقدر يسجل برجله اليمين والشمال اللي هي اصلا رجله الاساسيه، وكمان هيدرز مميز ولعيب قوي جدا هيفيد النادي الاهلي. عنده 26 سنه من كونغو الديمقراطيه، والراجل ده كمان كان هداف الدوري الاوروبي او دوري المؤتمر الاوروبي، وكمان هداف الدوري البولندي، وجاب لفريقه الدوري البولندي السنه دي اللي غايب عنهم بقالهم فتره كبيره جدا جدا. مهاجم سفاح اتمناه في الاهلي ويكون فعلا الصفقه خلصت، ويعني الصفقه فعلا في طريقها للحسم، ما خلصتش نهائي ولكن في طريقها للحسم. واتمنى ان اشوفه بتشيرت الاهلي قريب، لان يا ده يا دي باتيه، غير كده هيبقى عك. اتمنى اشوف بولولو في الاهلي قريب. ما تنساش اللايك والمتابعه والشير وبس كده، سلام.